مش هينفع نطلع كده، يبقى شكلنا وحش قدامهم. ما تيجي نجيب حاجه. تمام ماشي قشطة. في سوبر ماركت، تعالى هقول لك هنجيب ايه. هتجيب ايه؟ يعني هجيب شوية عصاير على شيبسيهات وكده يعني. السلام عليكم. لو سمحت ممكن تديني شنطة بس اجيب فيها شوية حاجات. ماشي الشنطة كده. تجيب عصاير؟ بص يعني سكة، هات شيبسي وبيزو كده وانا هجيب عصير. حامل حامل. ماشي. ايه جبت ايه؟ ايه شيبسي كده. خلاص ماشي تمام قشطة. العيال بس صغيرة. يلا. الحقي الحقي بصي. ازيك عامل ايه؟ تمام والله. طالع لمحمد؟ انت طالع له؟ ازيك عامل ايه؟ طالع لمحمد؟ انت طالع له؟ طالع له. ايه ده؟ شايفكم واقفين من بعيد يعني، انت عمال بتبص لي وبتضحك، في ايه مالك؟ بصراحة بضحك على اللبن والسكر اللي انت جايبه. انت ازاي تطلع بحاجه زي كده الراجل زي ده؟ ايه اللي انا طالع بيه؟ طالع ببرسيم يعني ولا طالع بايه؟ ايوه هي سكر. والدة يعني جايب لها سكر هتعمل ولبن. بيه ايه يعني؟ جايب سكر ولبن وشاي وجايب لها حاجات يعني على تموين اساس ان هو للبيت. اتمنع من عندهم. معلش انت جايب ايه؟ يعني عصاير شيبسيهات كده يعني. شيبس وعصاير؟ للاطفال. حاجات عادية اللي بتتباع. حاجات مش مستعملها البيت، يعني البيت مش محتاجها قوي. ده على اساس ان الحاجات اللي انت جايبها مش هتبقى موجودة عندهم فوق. ده كده طيب. طبيعي ان هو هيبقى في البيت يعني. ده لازم. هو ده الطبيعي صح؟ اه. صلي على النبي. على اساس. تعالى اقول لك على حاجه. قول لي. انت لو رايح لامك، رايح لاخوك، رايح لاختك، رايح لاي حد، بدل ما تاخد له حاجات مبذره من دي عصاير والكلام ده، دي حاجات انت ممكن تشتريها من اي مكان عادي جدا، وحاجات ايه تفاهات زي ما بنقول شيبسات والكلام ده تسليه. لكن هم محتاجين في البيت ايه؟ محتاجين لبن، محتاجين سكر، محتاجين رز، محتاجين تموين للبيت. انت فعلا عندك حق. ناخد الحاجه المفيده ليهم ولا ناخد لهم الحاجه اللي ملهاش لازمه؟ اكيد ناخد لهم المفيد. عندك حق. ولا انا بتكلم غلط؟ عندك حق. اما هو عندي حق ليه واقفين من بعيد وبتتريقوا عليا؟ انا مش زعلان انك اتريقت عليا، ده اول حاجه عادي جدا. انا اصلا فاكرك بتتريق عليا اللي هو انا فيا حاجه، لبسي في حاجه، بس زعلت جدا لما لقيتك بتتريق على حاجه القيمه اللي انا واخدها لهم. لكن انت واخد لا، ما انا مش عايزك تتاسف. هو احنا ما فكرناش في كده ليه؟ فعلا هو عنده حق. ما تبصش للشياكه ان انت طالع بعلبه جاتوه او بحاجه ساقعه او بعصير او حاجه زي كده، تاخد حاجه تستنفع بيها البيت. على فكره بيتكلم برضه كلام صح جدا، بدل ما كنا جبنا شيبسي كده كنا جبنا لهم حاجات يستفادوا بيها. وربنا يستر عليكم يا رب، وعقبالكم كده لما نشوف لكم مولود. الله يبارك لك وربنا يبارك فيك ان شاء الله، ومرضى لك كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خير. تعالى. وانتوا رايحين عند قرايبكم او صحابكم في الوقت اللي احنا فيه ده، انسوا الشوكولاته والجاتو والعصير والجو ده. هاتي فاكهه ويوسفي وموز، هاتي 2 كرتونه بيض ونص جبنه براميلي، هاتي 2 كيلو سمنه و2 كيلو رز وزيت وسكر، هاتي ب50 جنيه عيش بلدي يكفيهم اسبوعين، هاتي فرختين ان شاء الله حتى مجمدين. ولو ناس لسه ربنا رازقهم بمولود جديد، هاتله بامبر، وكمان اي حاجه مفيده فعلا وتنفع الناس بجد، مش منظره فارغه. فكك من منظرك كدابة ان انت طالع بعلبة شيك ومنظرك يبقى زين وتمام. لا مش كده خالص، الصح اللي انا بقوله لك.